السلام عليكم متابعي الكرام. 3 علامات إذا ظهرت عليك فاعلم أن الله يحبك. لكن قبل البدء صلوا على نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من أجمل الأشياء التي يمكن أن يشعر بها الإنسان هو ظهور بعض العلامات حب الله له، حيث تجعله هذه العلامات يتقرب أكثر إلى الله ليكون إنسانا ملتزما راضيا بقضاء الله وقدرته. فهل يوجد إحساس أجمل بأن تشعر أن خالق الكون راض عنك، فيجعلك هذا تبتعد عن المعاصي التي كنت تفعلها لأنك متأكد أن الله يراك؟ ومن علامات حب الله للإنسان هي كالتالي: أولا، كثرة الابتلاءات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه. ويقول العلماء أن كثرة الابتلاءات تكون بسبب رضا الله عليك، فيرسل لك بعض الاختبارات الكبيرة في الدنيا. فليس بالشرط أن عندما تحدث مصيبة لك يكون بسبب غضب الله عليك، ولكن يكون هذا الاختبار من الله سبحانه وتعالى لحبه لك، فيريد مضاعفة حسناتك ليزيد أجرك. ثانيا، محبة الناس. هذه العلامات إذا ظهرت عليك فاعلم أن الله يحبك ويحب أن يقرب عباده منك، وذلك لأنك شخص جيد متقرب من الله، ومحبة الناس لك من أهم علامات حب الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. فقد أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل أن يحب هذا الشخص، ثم ينادي الله أهل السماء ويأمرهم بحب ذلك الشخص، ثم يدعو الله أهل الأرض أن يحبون ذلك الشخص، فيضع في قلوبهم حب ذلك الشخص. كما يوجد العكس أيضا، إذا كان الشخص سيئا ويقوم بفعل المعاصي والفواحش فيكرهه الله لأنه لا يريد التوبة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويقوم بأمر أهل الأرض والسماء أن يبغضوه ويبتعدوا عنه، فيشعر وقتها أنه يعيش في الدنيا وحده لشدة كره الناس إليه. فما أعظم نعمة حب الناس التي ينعمها الله على بعض عباده لييسر لهم في الطريق المستقيم ومقاومة أنفسهم عن فعل الفواحش والذنوب. فعندما تشعر بمحبة الناس حولك سيساعدك هذا في تيسير أمورك وعدم الشعور بالوحدة والاستمتاع بالحياة. ثالثا، عندما تشعر بحب لقاء الله. عند سيرك في الطريق المستقيم والابتعاد عن الذنوب والمعاصي يكون داخلك شعور بأنك تريد رؤية الله، فهذه العلامة إذا ظهرت عليك فاعلم أن الله يحبك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، كراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وهناك علامات كثيرة تدل على حب الله للإنسان، ولكن يشعر بها فقط العبد الصالح الملتزم بأمور الله. ومن هذه الدلالات حماية الله للعبد من الدنيا ومفاتينها مثل الأموال وزينة الحياة والمعاصي، حيث أن حماية الله للعبد تجعل الإنسان ملتزما في الحياة وراض تماما بشكل حياته. وأن يسخر العبد جوارحه كلها لله ولطاعته. إخلاص العبد في عمله من علامات رضا الله عنه.
لأن العمل عبادة، وأمرنا الله بالعمل حتى تكون وسيلة للرزق الحلال، لا تجعل الإنسان يستطيع الاستمرارية في الحياة. إن رزق العمل من اختبارات الله للإنسان، لأن المال يمكن أن يكون ضارًا باستخدام الإنسان له في ارتكاب المعاصي والفواحش والذنوب، ويمكن أن يكون امتلاك المال خيرًا ومساعدة الناس وبناء المساجد للعباد الله ومساعدة الفقراء في أمور حياتهم. ومن العلامات الخفية لحب الله للعبد موافقة العبد لله فيما يقول من الكلام والأحكام، وقراءة العبد للقرآن بتدبر، فهذه كلها من دلالات حب الله سبحانه وتعالى للعبد. وإكثار العبد من الذكر الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. أتمنى أن يعجبكم محتوى القناة وأن يعجبكم الفيديو، وفضلا منكم وليس أمرا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.